السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فيصل في فيديو جديد. أول حاجة بالنسبة للناس المشتركين ويعرفوني من فترة، الفيديو ده حيكون شوية مختلف من الفيديوهات الثانية، لأنه حيكون عبارة عن أسئلة وأنا حجاوب عليها. واللي متابع معي يعرف إن أنا عملت فيديو عن منحة بروناي دار السلام في قناة الدكتور أبو بكر إدريس، وقلت للناس يسألوني إما في الفيسبوك حقي أو في الانستغرام حقي، وإن شاء الله أنا حجاوب عليهم في فيديو في قناتي. وهذا الفيديو اللي إن شاء الله أنا حجاوب فيه عن الأسئلة حقت المنحة. فإذا كنت أنت مهتم بالمنحة أو الدراسة بشكل عام هذا الفيديو لك. حتى إذا ما كنت مهتم بها بشكل كبير تابع الفيديو للنهاية، صدقني حتطلع منه بفوائد. فمرحب بكل من هو مشترك في القناة وكان طوالي داعم لي، ومرحب بكل الناس المشتركين الجدد واللي لسه ما اشتركوا أول مرة يشوفوا قناتنا. زي ما شايفين في قناتنا نتكلم عن حاجات هادفة، ناس ناجحين، مهارات وتطور. إذا تحب هذه الأشياء أو مهتم بالإعلام الهادف بشكل عام اشترك في القناة وتابع الفيديوهات الثانية فيها، وإن شاء الله تجيك في المستقبل حاجات حلوة ومفيدة. ما أطول عليكم ونبدأ في الأجوبة على الأسئلة، لكن عندي تعليقات كده سريعة. بس في ناس تراسلني وتكتبني في الرسالة هل ممكن أسألك، هل ممكن أستفسر منك الشيء الفلاني؟ نعم اسأل طوالي، لأن أنا قلت حجاوب على الأسئلة في الفيديو. فأنت لما تقول لي هل ممكن أسألك معناها لازم أجاوب على سؤالك ده. نعم اسألني والموضوع يطول يعني. فأنت أطرح سؤالك طوالي إذا في المستقبل إن شاء الله واحد طلب منك إنك تسأله وهو حجابك في فيديوهات أو شيء سيناريو قريب للي احنا بنعمل في ده. وبرضه في شيء ثاني مهم، إنه الناس تراسلني وتقول لي ليه أنت ما ترد علينا؟ والسبب الرئيسي لهذا الشيء إنه أنا قلت حجاوب في الفيديو زي ما أنا الآن بعمل. ليه أجاوب في الفيديو؟ لأنه ممكن يكون في 10 أشخاص يسألون عن اللغة الإنجليزية، فهل الأصح إني أجاوب على 10 أشخاص بنفس الطريقة 10 مرات، أم في فيديو واحد أجاوب عليهم ال10 بكلمتين بس؟ فوضع الأسئلة في الفيديو حيفيد ناس أكثر بطريقة أسهل. والشيء الثاني إنه الأسئلة كثيرة، خليني أوريك بس جزء منها. شوفوا معايا يا شباب، كل ده تقريبا أسئلة عن المنحة، ودي بس جزء منها يعني ما كلها. دي اللي هنا بتجيني في النوتيفيكيشن في الاشعارات. فكل واحد براسلني كانه هو الوحيد اللي راسلني ويفتكر انا ما عاوز ارد عليه، لكن في الحقيقه سؤالك ده يتردد علي اكثر من مره، فانا حبيت اجاوبه في الفيديو ده عشان ناس كثير تستفيد منه. يلا بسم الله نبدا. وزي ما قلت انا حجاوب على الاسئله المهمه والاسئله المشتركه عشان اكثر ناس تستفيد منها. وانت حتى اذا سؤالك ما موجود هنا بشكل مباشر حتلقى سؤال زيه يشاركه في المعنى تستفيد منه برضه. متى اخر ميعاد للتسجيل؟ يوم 13/3/2017، ذكرتها في الفيديو اذا انت شفته. واحد يقول الرابط لا يعمل. اذا حصلت الحاجه دي معناها عليه ضغط كبير، لانه لما نزلت الرابط كان يعمل بشكل تمام، فانت اصبر عليه وحيرجع ان شاء الله. يقول انا متزوج واود التقديم لي ولزوجتي، فهل هنالك سكن للازواج؟ لانه لدينا طفلين، وهل تكاليف المعيشه مرتفعه؟ نعم هنالك سكن للاسره. تكاليف المعيشه ما افتكر هي كثيرة جدا مقارنة بدخل الفرد، هنا ما هي مكلفة شديد، بس طبعا عملتهم قوية والحاجات حتكون أغلى مقارنة عندنا احنا العرب. فأنت إذا مصدر دخلك من هنا مثلا في المنحة أو الشغل أو أي كان إن شاء الله تكون أمورك تمام. في ناس تسألني أسئلة الأجوبة حقتها هي أصلا موجودة في الموقع، مثلا زي المتطلبات حقت الكورسات وكده. دي حاجات أنا لو ذكرتها لك حتاخذ مني زمن كثير، فأنا شرحت لك كيف أنت تحصل عليها. امشي لموقع المنحة وحاول اقرا عشان تفهم. فانت قبل ما تسالني ادخل على الموقع واتصفح فيه واقرا وافهم، وان شاء الله تجد الاجوبه لكل الاسئله حقتك. يقول الابلكيشن هل المفروض اكتبه في الورق واروح اسلمه لسفاره بروناي ولا ايه هعمل؟ لو شفت في الفيديو حقي انا قلت لك رسله في الايميل. حتمشي الموقع تنزل الابلكيشن هناك كمايكروسوفت وورد. في ناس سالتني هل اكتب بخط ايدي ام اعمل تايبنج بالكمبيوتر. انت ممكن تعمل الاثنين، لكن انا افضل انك تعمل بالكمبيوتر عشان الخط يكون اوضح وانظف واجمل. سؤال ثاني بيقول لي انا كنت في قسم تاريخ وحضارة، هل المنحة بتدعم المجال ده؟ في فايل في موقع المنحة اسمه الانتري كواليفيكيشن زي ما انا ذكرتها. كل التخصصات والمتطلبات حقت التخصصات هذه موجودة في الدوكيومنت داك. اذا ما لقيت التخصص اللي انت عاوزه في هذاك الدوكيومنت معناه هو ما موجود في المنحة. زي ما ناس سألتني هل موجود منح للطب؟ اذا الطب ما من التخصصات الموجودة في الدوكيومنت داك اللي هو الانتري كواليفيكيشن معناها هم ما يدعموا الطب او ما يعطوا منحة للطب للطلاب الانترناشونالز. السلام عليكم، انا اعرف انجليزي شوي بس مش محترفة، لكن افهم بس درست باللغة الفرنسية، هل ممكن اقدم للمنحة؟ المتطلبات حقت اللغة الانجليزية برضو موجودة هناك. اذا ما عندك المتطلبات هذه انت ممكن تقدم، يعني انت ما حتخسر حاجة، لكن الاضمن انك توصل للمتطلبات دي قبل ما تقدم للمنحة. في دي قوانين انا ما اقدر اتحكم فيها واديكم عليها جواب، لانه دي القوانين اللي هم وضعوها لكل تخصص. فمثلا اذا قالوا من البكالوريوس احنا عايزين طلاب من 18 سنة ل 25 سنة، اذا انت عمرك 26 سنة انا ما اقدر اقول لك قدم وخلاص هم حيقبلوك.
انت قدم جرب حظك، ويعني ممكن هم يقبلوك، انا ما عارف كيف، لكن هذا هو العمر المطلوب. انا يعني ما عندي المقدره اني اغير لك القوانين. وعلى فكره انا ما شفت هنا عندهم حاجه من ناحيه وساطه كده، مثلا امشي اقول له اقبل هذا زميلي وهذا اخوي وكده. اخي العزيز، بخصوص منحه بروناي، ارجو منك لو سمحت توضح لي كيف املا المعلومات، لاني اواجه بعض المشاكل فانا لا استطيع املا المعلومات بعد ان حملت الملف وكده. صراحه السؤال ده برضه انا ما قدرت افهمه شديد، لانه في الابلكيشن كل حياه المتطلبه والاسئله واضحه هناك، مثلا اسمك، جنسيتك، باسبورتك. انا ما اعرف شنو الحاجه اللي ممكن تكون صعبه فيه. هو صح طويل بس ما افتكر انه صعب شديد. وعلى فكره حتى لو عملت غلط في الابلكيشن وكده لا تخاف، هم هنا متفهمين للامر وهم يحاولوا يفهموك بقدر المستطاع. فيا شباب بقدر المستطاع انا بحاول اساعدكم، لكني انا ما اقدر اعمل كل حاجه، فلازم انتم تحاولوا تسالوا الناس اللي عندهم خبره في المنح او كده، الناس اللي قريبين منكم، او حتى اي واحد بيعرف يملا ابلكيشنز فورمز، هو ممكن يساعدكم انكم تملوا الابلكيشن فورم ده ويساعدكم فيه اكثر ان شاء الله. يقول بالنسبه للغه مستواي مقبول، ممكن لو قبل ادرس في معهد خارجي مع الدراسه. لا، اذا انت قبلوك في المنحه لازم تعمل الكورس اللي هم عملوا لك. بس مثلا انت حتدرس ميكانيكال انجينيرنج، لازم تدرس ميكانيكال انجينيرنج فقط، هم ما يقبلوا انك تدرس اي شيء ثاني معاه، ولا معهد لغه ولا اي شيء ثاني اكاديمي ما المفروض تكون مسجل فيه. فبالنسبه للغه الانجليزيه خليك انت جاهز قبل ما انت تقدم، لانه لما يقبلوك حتبدا الدراسه باللغه الانجليزيه طوالي. وهم برضو ما عندهم حاجه تاهيليه، مثلا ما عندهم حاجه اسمها دراسه لغه قبل ما انت تدرس البكالوريوس، طوالي حتدرس معاهم في الكورس. باختصار اعيد الكلام، انت لو عايز تقدم للمنحه لازم تكون جاهز في اللغه الانجليزيه. وحتى لو ما كنت جاهز، انا ما عايز احبط اي واحد، انت بس قدم، ممكن السنه الجايه تكون جهزت نفسك في اللغه الانجليزيه وكل شيء، معاك الشهادات المطلوبه للغه الانجليزيه، قدم مره ثانيه وان شاء الله فرصتك في القبول تكون اكثر. وعلى فكره معظم الناس اللي حصلوا على منحه دراسيه كده ما قدموا على منحه دراسيه واحده واخذ القبول، حتى انا شخصيا قدم على اكثر من منحه وتاخذ القبول في المنحه اللي يكتبها لك الله سبحانه وتعالى. ده الان بيسالني هل منحه بروناي تتطلب توقيع من طرف دولتنا؟ نعم، تتطلب توقيع من ان دولتك توقع لك في الورقات الاخيره زي ما انا ذكرت لك في الفيديو. فاذا كنت انت عايش في دولتك لازم وزاره الخارجيه في دولتك هي توقع لك وترشحك انت ترشيح دوليا. واذا انت كنت عايش خارج دولتك السفاره عندك من دولتك ممكن توقع لك وتتبنى. ما طريقه تعامل الشعب بصفه عامه مع الاجانب وكيف الحياه هنالك؟ الشعب شعب جميل جدا، شعب لطيف، شعب هادي، شعب مسالم، ما يعمل مشاكل مع اي واحد، ما يعتدي عليه، ما شفت عنصريه، ما شفت حاجات سيئه ابدا، وشعب جميل جدا. كيف الحياه في بروناي؟ الحياه في بروناي هادئه جدا، ممكن تكون ممله للشخص اللي يحب الكلام ويحب الطلوع والخروج وكده، لكن للشخص اللي عاوز يتعلم، عاوز يقرا، يعني حاجات تنفع معاها الهدوء، ده حتكون معاه الدوله شيء جميل جدا. سألني هل يجب ان يكون المرشح حاملا لكتاب الله لكي يتم قبوله؟ هل وجدت هذا الكلام في الريكوايرمنتس حق الكورسات؟ لا، ما موجود. هل لما اسافر ادرس ماستر ينفع اشتغل واجيب زوجتي معايا وهعرف اقيم هناك بعد انتهاء المنحه؟ ده سؤال حلو. لما انت تكون بتدرس هنا ما ممكن تشتغل، لانه السكولرشيب تتطلب انك تكون فول تايم ستودنت، كل الزمن بتدرس. في المنحه اذا انتوا قراتوا هم ما ينصحوا الناس انهم يجيبوا زوجاتهم واهلهم معاهم، لانه السكن اللي هم بيعطوكم له هو سكن لك انت بس، ما لاسرتك كلها، فانت ستضطر انك تاجر سكن ثاني وتدفع فلوسه، فستفقد الميزه انه المنحه تدفع لك فلوس السكن هنا. اما بالنسبه للاقامه بعد انتهاء المنحه ما ممكن، لازم ترجع للمكان اللي انت جيت منه او من بلدك بعد انتهاء المنحه مباشره. في ناس بيسالوني يقول لي مثلا في متطلبات زي 250 نقطه في مواد معينه، دي طبعا بالنسبه للناس اللي عندهم A level. انت في اي مكان كنت فيه بالشهاده العربيه صف 12 ممكن تقدم به، لكن طبعا لازم تكون كل الشهادات حقتك باللغه الانجليزيه عشان هم يفهموها، يعني ما ترسل حاجه باللغه العربيه هم ما يفهموها، الا اذا كانت الشهاده ما مهمه او حاجه كده تطوعيه بس للزياده، لكن الشهادات الرئيسيه كلها الاكاديميه والحياه اللي انت معتمد عليها لازم تكون باللغه الانجليزيه مترجمه. يسال هل دراسه الطب من ضمن المنحه؟ لا، انا ذكرت انه الطب ما موجود في التخصصات المتوفرة، فمعناه هم ما يوفروه للمنحة وما موجود الآن. هل في مانع تجيب زوجتك وأسرتك؟ لا، ما في مانع، ممكن تجيب زوجتك وأسرتك، لكن طبعا حيكونوا في نفقتك الخاصة وحتضطر إنك تسكن في بيت خاص زي ما أنا ذكرت، حتكون التكاليف أكثر عليك. هل يمكن تقديم للبكالوريوس للشخص لديه دبلوم جامعي 3 سنين في علوم الحاسوب؟ قدم، لكن حتكون تقديمك للبكالوريوس ما هو للماستر طبعا، فانت قدم وان شاء الله الامور تكون تمام، بس تكون مستوفي لباقي الشروط الانجليزي وكده. كم تحتاج من مجموع للقبول فيها؟ هم حددوا مجموع محدد، لكن طبعا المنافسه في المنحه حتكون كبيره، فلازم يكون مجموعك الاكاديمي قوي. ده سؤال غير أكاديمي. في واحد يسأل عن المعيشة في بروناي وفرص العمل فيها. فرص العمل فيها شوية صعبة، ما هي سهلة لأنه الدولة ما مفتوحة للجميع وفرص العمل فيها ما كثيرة يعني، لكن إذا أنت بروفيشنال في الحاجة اللي بتعمل فيها وكده ممكن تقدم للمكان اللي أنت عاوز فيه، ممكن تلقى فرصة عمل في بروناي بإذن الله.
واذا لقيت فرصه عمل حتكون لك حاجه كويسه باذن الله. في سؤالين ثاني مهمين، هل الجامعات هنا معتمده دوليا او عالميا؟ طبعا معتمده دوليا وعالميا لانها حكوميه، وعلى حسب علمي انه كل جامعه حكوميه هي جامعه معتمده الا اذا كانت الدوله نفسها هي ما دوله معتمده، مثلا زي دوله قبرص في بعض الدول ما تعتمدها كدوله، فكده الجامعات الحكوميه اللي فيها ممكن يكون فيها شويه داوت. سؤال ثاني جاني كثير، قال لي انا الان ما كملت مرحلتي الدراسيه، مثلا اذا هو في الثانوي مثلا وباقي له كم شهر ويكمل، هل ممكن يقدم بالشهادات اللي عنده هنا حق السمستر الاول له؟ اقول لك يا صديقي على حسب علمي انا ما شفت واحد عمل الحركه دي، يعني قبل ما يخلص قدم. انا اللي اعرفه انه لما تيجي تقدم لازم تكون شهاداتك الاكاديميه كلها مكمله، لانهم هم ما بيفتحوا فرصه ثانيه للتقديم. واحد بيسال ما هي البدائل لمنح الطب، لانه منح الطب انا قلت ما في منح للطب، لكن ما هي البدائل لها؟ في كورس هنا اسمه مثلا الببليك هيلث، حاجات متعلقه بالهيلث، في النيرسينج، حاجات زي دي ممكن تكون قريبه للطب، لكن الطب نفسه ما موجود. دي كانت نهايه الفقره حقت الاسئله حقت بروناي. انا حاولت اسعدكم واساعدكم بقدر المستطاع. الاسئله اللي جاوبت عليها هي كلها اسئله مشتركه بين الناس، ممكن ناس كثيره تستفيد منها، وكل المعلومات اللي انا ذكرتها من خبرتي الشخصيه في الموضوع ده والمنحه دي، وان شاء الله باذن الله يكون كل الكلام اللي انا قلت لكم كلام صحيح وكلام مفيد. اتمنى انكم تكونوا كلكم استفدتوا من الفيديو ده، وحابب اشكركم كلكم على تفاعلكم واسئلتكم الجميله، وارحب بكم في قناتي. اذا عجبتكم وعايزين تدعموني ما تنسوا انكم تشتركوا فيها وتشوفوا فيديوهاتي الثانيه وفيديوهاتي المستقبليه باذن الله، وهعمل باذن الله فيديوهات قادمه عن بروناي دار السلام، وبعد ايام قليله هعمل فيديو عن اليوم الوطني ببروناي عشان اديكم نظره جميله عن بروناي، فخليكم مترقبين له ومنتظرين له، وباذن الله تستفيدوا منه. كان معكم محمد فيصل، شكرا لكم مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.